ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله كده جالكم فيديو مشتريات حلو جدا جدا وان شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يا جماعه اشتركوا في القناه بتاعتي واعملوا لي لايك وتعالوا بقى شوفوا معايا الفيديو بتاعي وان شاء الله يعجبكم. دي مشتريات انا جايباها من شرم الشيخ وان شاء الله هتعجبكم. دي مشتريات لبنتي ليالي، هي عندها سنتين، وجبت لها بقى المشتريات دي كلها عجبتني جدا جدا فاشتريتها لها. بصراحة بحب اجيب لها هدومها من هنا، بتبقى حلوة جدا والخامة والماتريال بتاعها بيبقى حلو جدا جدا. زي ما انتوا شايفين ده كده اول طقم. احنا في الشتا تمام، بس هم يعني في المحلات بيبقوا عارضين صيفي وشتوي. تمام، زي ما انتوا شايفين كده ده اول طقم جبتهولها وعجبني جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده جبت لها السويت شيرت لونه تركواز، والهوت شورت جبته لها اصفر، وجبت لها برضو بندانه صفرا، وجبت لها المايو ده عجبني جدا. انا جبته لها يعني هخليه عندي لو احتاجته. هو عجبني جدا فاشتريته لها. وجبت لها الترنج دوت حلو جدا جدا. ده كان سعره 350. الترنج الأخضر دوت، والطقم ب400 جنيه. المايو كان ب180 جنيه. زي ما انتوا شايفين الترنج ده عجبني جدا جدا، حلو، هو خروج وانا بصراحة بنزلها بيه وكده. زي ما انتوا شايفين اهو حلو جدا جدا، وجبت لها لون كده اخضر فاتح جميل جدا مع الاسترس تحفة. وجبت برضو الترنج دوت كحلي عجبني قوي قوي. ده كان سعره 380 جنيه. حلو جدا، هو مبطنين يا جماعة من جوه، حلو قوي قوي. ده مبطن كده وشكله عجبني وكحلي ولون مختلف بصراحة مش عندها خالص في اللبس بتاعها. جبت لها برضو السويت شيرت ده عجبني جدا. جبته لها ولبسته لها في الكريسماس. لقيته كده شكله حلو كده وعليه أشجار، كان سعره 220. وجبت لها برضو البلوفر ده حلو قوي قوي. عجبني برضو زي ما انتم شايفين. عايزاكم بقى تقولوا لي رأيكم في التعليقات. بصراحة كنت عايزة اجيب لها ابيض عشان انا كان عندي ابيض بس ما لقيتش بصراحة. قلت يعني نلبس انا وهي زي بعض، بس ما لقيتش ابيض منه، لقيت الوان مختلفة فعجبني اللون ده. بصوا حلو قوي. جبت لها عليه بنطلون اسود. ده كان سعره، انا بصوا مش فاكره الاسعار قوي عشان انا جبتهم يعني كذا مره ورا بعض، يعني ما جبتهمش مره واحده، جبتهم حوالي نزلت 3 مرات او حاجه وجبت لها الهدوم ديت. زي ما انتم شايفين كده المايو ده عاجبني جدا شكله حلو قوي. انا كده هلم الهدوم ده عشان آه، اوريكم باقي الهدوم بتاعتها. حلو قوي، عجبني قوي. انا جبته لها للصيف. لقيته عجبني وكان شكله حلو وهو متطقم كده على بعض. جبت لها بقى هنا الشامبو والسيروم ده من العزبي. كنت شايفة إعلان على النت وكده، عجبني جدا. بس بصراحة أنا كنت بستخدم لها جونسون. بس حسيت إن هو بينشف الشعر شوية الشامبو وبرضو الزيت. آه، فحبيت أجرب الشامبو والسيرم بتاع ديفول. ده اسمه ديفول. مش عارفة بصراحة هو حلو ولا لأ. كان السيرم عامل، اللي أنا ماسكاه ده السيرم كان عامل 220 جنيه، والشامبو 130 جنيه أو 135 حاجة زي كده. مش عارفة، لو حد يجربهم ياريت يكتبلي في التعليقات. أنا أول مرة أجيبهم لها، كنت بستعمل لها أنواع تانية فحسيت بتنشف شعرها، فلقيت إعلان وكده نازل على الفيسبوك فجبته. المجموعة دي ديفول، والسيرم كده تقيل بس ريحته حلوة جدا، عجبني بصراحة ريحته. وهجربه بقى وإن شاء الله يطري الشعر معايا. عشان آه، شامبو جونسون بصراحة حسيته بينشف الشعر جدا،
فاخترت بقى يعني دخلت كده وعملت ابحاث ولقيت اللي هو الديفول ده نازل وحلو جدا، واهو اشتريته لها وان شاء الله يطلع حلو. بس كده ده لبس كده الشتوي، والشامبو والسيرم اللي انا جبتهم لها. جبت لها بقى حاجات صيفي، معروض الصيفي والشتوي. فانا بصراحة اللي بقى بيعجبني بقيت اجيبه ان هو بينفعني في عيد في مناسبات فبلبسه لها. زي ما انتم شايفين كده جبت لها التيشيرت ده حلو قوي، عجبني كده وعليه ميكي وجميل جدا. كان سعره 160 جنيه. هو قطني وحلو قوي قوي بصراحة. انا مجربة اللبس من هنا يعني من شرم الشيخ، حلو قوي قوي وقطني وبيبقى بصراحة بيعيش. بصوا انا حسيت اللونين صح زي بعض. اصل انا بعشق اللون ده يعني. بصوا هتلاقوا كل الهدوم انا جايبه لها اللون ده، حتى بصوا البروفه الشتوي نفس التيشيرتات دي. مش عارفه، حاسه كده ايه اروح اغير واحد منهم ولا اخليه، مش عارفه. يلا مش مشكله. زي ما انتم شايفين كده جبت لها، انا جايبه لها طقم على ما اعتقد تاني نفس اللون متهيألي. اصل انا بحب اللون ده جدا اللي هو البيج. بس زي ما انتم شايفين برضو جبت لها الطقم ده مع بعضه كده. هو كان طقم مع بعضه برضو متهيألي نفس اللون صح، نفس اللون كده. هضطر لك مش عارفة أبدل بقى حاجة ولا ايه، بس يلا خلاص. جوم يعني مش أول وآخر لبس. حلو أوي، عجبني الطقم ده عليها. أنا طبعا عارفة مقاسها فمش بقيسها، أنا عارفة اللي هو مقاسها رقم 2 وبيجي عليها كبير. جبت لها بقى الترنج ده حلو جدا جدا جدا. بص هو خامته كده مش قطن، لأ ستان. الخامة لا، مش هو مش قطن بس هو ستان كده اللي بيتزحلق ده. الترنج ده عجبني قوي قوي. بصوا شكله جميل جدا. فجبته لها برضو ده بقى يتلبس في مصيف، راحة بحر، راحة ألوان صيفية كده حلو. وأول ما شفته بصراحة عجبني. جبته لها كان سعره 280 أو 240، مش متذكرة أوي، 240 متهيألي. بصوا خامته جميلة جدا وعجبني ألوانه كده صيفية وجميلة جدا. جبته لها. انا يعني بصراحه اما بنزل وكده بحب اشتري، لان مش بحب انزل في المواسم. يعني داخل علينا بقى رمضان وصيف والحاجات دي بصراحه ما بحبش انزل، فما بلاقي نفسي انا كده كده نازله. بصوا بقى اللي هكمل لكم تاني. الفستان ده عجبني قوي قوي. خامته مش قطن، هو خامته يعني هو مش قطن بصراحه. انا مش عارفه جبته ليه بس هو شكله عجبني. بحب بصراحه البسها في الصيف يكون قطن، لكن ده خامته كده حاساه لأ مش قطني، بس عجبني. كان سعره 120 أو 110. الفستان ده حلو قوي. ده جايبه تلبسه في البيت في الصيف بقى وكده. عايزة اقول لكم ما بحبش انزل في المواسم، بيبقى الجو زحمة والجو حر. طبعا كلنا بننزل في رمضان عشان نجيب حاجة العيد، فلا انا بنزل بقى كده في الايام العادية زي دلوقتي كده. بجيب لها من هنا. في شرم الشيخ يعني بيبقى حاطين الصيفي وشتوي. فبصراحة اللي بيعجبني واللي انا محتاجاه فبجيبه. جبت لها برضو البادي ده. لونه عجبني، بس حاساه مش عارفة، حاساه صغير. هو ده برضو مقاس 2، مش عارفة ولا واحد. حاساه صغير بس حلو يعني. هو في الصيف احنا كده كده بلبسها على السلوبيتا. بس كده. وده الشامبو بتاعها. هجربه، لو حد جربه يكتب لي في التعليقات يقول لي هو حلو ولا لأ. السيرم كده حاساه تقيل، مش عارفة ليه. مش بحب الزيت أو السيرم يبقى تقيل، أنا بحبه يبقى خفيف. مش عارفة هيكون حلو ولا لأ. بصراحة أنا حاسة السيرم بتاعه تقيل جدا. بس دي كده كانت مشترياتي لليالي. المشتريات دي عجبتني جدا. وانا بتمشى كده خطفتهم كده ايه عشان اخلص منهم، والصيف جاي ما بحبش انزل طبعا في الصيف. جبت لها البنطلون ده بس هي لبسته في الكريسماس، لبسته هو والسويت شيرت اللي هو البيج دوت. قلت برضه اوريهولكوا. البنطلون ده كان عامل 195. انا بفتكر ان انا جبت حاجات كتير جدا وناسيه الاسعار بصراحه. بس كده. وده كان الفيديو بتاع مشتريات ليالي. ست البنات حبيبه قلب ماما. نزلت بقى جبت لها الحاجات. تعالي صباح الخير.
حبيبي تعالي، مالك يا قلبي؟ تعالي يا جميلة، صباح الفل، تعالي شوفي الحاجات الحلوة بتاعت لولي. صباح الخير. بس كده، وده كان الفيديو بتاع المشتريات بتاع لولي. وقولوا لي بقى في التعليقات كده، بصوا هتلاقوا الدرجات كلها، بس هي مش مشكلة يعني، كده كده هجيب تاني، مش مشكلة. بس يا ماما مالك؟ هي صحيت اهي من النوم. بس كده يا جماعة، ده كان الفيديو بتاعي. ايه يا حبيبي، كل فيديو متنسوش تعملوا